الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه. أما بعد، حقيقة أرى تباشير النصر على هذه الوجوه الكريمة، فقد حانت ساعة النصر بإذن الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد نصر الشعب السوري، نصر الله عز وجل وجعل ثورته لله. الكويت هي لله 20/1/2012. النائب وليد الطبطبائي كلمة ثورات عربية سوريا أو ذروة سنام يوم القضاء العالمي. وقلنا ونقول: لن يكتمل الربيع العربي إلا بانتصار هذه الثورة الباسلة التي تخلى عنها الجميع وحاول أن يبيعها الغرب للشرق، وأن تبيعها بعض الدول العربية للدول العربية الأخرى. لكن صمود وإصرار الشعب السوري حطم كل المؤامرات. اليوم حانت واقتربت ساعة النصر بإذن الله عز وجل، ونحن هنا في الكويت منذ انطلاق الثورة السورية الباسلة، منذ أول يوم، منذ أطفال درعا، ومنذ مسيرة نساء بنياس، وصمود رجال حمص، وجميع الشرفاء من دير الزور إلى القامشلي، إلى كل أرض وكل مدينة سورية. أنا أعتقد أن انتهى وقت الكلام وجاء وقت العمل. لذلك نعلن في الرابطة الخليجية للتضامن مع الشعب السوري أنه إن شاء الله سيكون في يوم الجمعة، يوم 10/2، الجمعة 10/2 ستكون جمعة عالمية لدخول سوريا ودخول الشام بإذن الله منتصرين. الشام يناديه يوم 10/2 بإذن الله، ستنطلق القوافل ستنطلق حتى تصل إلى محطتها الأخيرة لتصل على الحدود السورية في كل أنحاء المحيطة بسوريا، من تركيا، من الأردن، من